بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا نرحب بكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام عبر قناة النخيل الرياضية. طبعا نتواجد في مساء هذا اليوم في بطولة وطن الحزم. طبعا هذه البطولة على كأس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية تحت تنظيم فريق العميد وفريق يرموك. طبعا هذه البطولة التي يتماشى اسمها مع ما طلق مؤخرا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز فيما حصل في دولة اليمن الشقيقة. طبعا متابعينا ومشاهدينا الكرام نتواجد مساء هذا اليوم في المباراة الأولى في دور الأربع التي يتقابل بها فريق الجبلين وفريق عالم الرياض. فيما يخص طبعا متابعينا ومشاهدينا الكرام فريق الجبلين وصوله إلى دور الأربع من بطولة وطن الحزم أنهى الدور التمهيدي بفوزين وخسارة واحدة، وبذلك انتقل إلى دور ال16 بفوز على فريق الأسطوري بركلات الترجيح، وبذلك انتقل أيضا إلى دور الثمانية من بطولة وطن الحزم طبعا بفوز على فريق الياور بركلات الترجيح وصولا إلى دور الأربع من هذه المسابقة. طبعا مشاهدينا ومتابعينا الكرام أبرز الأسماء الموجودة في فريق الجبلين مساء هذا اليوم حمود الأكلبي وعبد الله العنزي ومشعل الشمري وعبد الرحمن الشمري ورائد الشمري. طبعا في تصريح لمدرب فريق الجبلين أبو رايد لقناة النخيل قبل بداية هذه المباراة تحدث قائلا أن أحترم فريق عالم الرياضة ولكن الجبلين له كلمة في هذه البطولة، ومتفائل جدا في هذه المباراة وفي هذا المساء. طبعا فيما يخص طبعا فريق عالم الرياضة ننتقل إلى هناك. طبعا مشاهدينا استكمالا لتغطيتنا لهذا المساء وفيما يخص فريق عالم الرياضة هذا المساء. طبعا انتصر فريق عالم الرياضة في الدور التمهيدي بثلاث مباريات وبذلك ينتقل إلى دور ال16 بفوز على فريق التعاون بثلاث أهداف مقابل هدفين، وانتقل أيضا إلى دور الثمانية من بطولة وطن الحزم بفوز على فريق العالمي ب4 أهداف مقابل لا شيء. طبعا انتصارات متتالية لفريق عالم الرياضة. طبعا فيما يخص أبرز اللاعبين الموجودين هذا المساء مع فريق عالم الرياضة ضيف الله القرني وعبود البيشي ومحمد الدهمشي ومحمد الفيفي وماجد الشهري وخالد هايل. طبعا تصريح مدرب فريق أو رئيس فريق عالم الرياضة أحمد الشهري لقناة النخيل قبل بداية هذه المباراة تحدث إلى القناة بأنه نحمد الله على الوصول إلى دور الأربع من هذه البطولة وسوف نقابل فريق محترم وقوي، والمدرب واللاعبون أعدوا العدة لتقديم مستوى طيب ونتيجة بإذن الله في هذه المباراة. طبعا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتظروا التغطية المصاحبة لهذه المباراة.
حمد الدهمشي ضيف الله القرني ومحمد الفيفي خالد هايل وهداف عالم الرياضة وهداف هذه المباراة هو الوحيد اللي ينافس على قائمة الهدافين من الجبلين وعالم الرياضة ممدوح الداهسي. على اليسار الجبلين حمد الطوالة حارسا للمرمى، عبد الله العنزي ومعجب الشيباني، خالد الزهراني، حمود ومتعب الفهادي، مشعل الشمري، عبد المحسن العنزي القائد في فواز بن عمرو منصة حراس المرمى. فواز بن عمرو برضو يتواجد معنا، يتواجد من غرب الرياض رئيس الأسطوري سفير المحبة أبو ماجد، الرجل اللي أكيد حبيب على إعادة من جديد. شكر خاص تقدمه إدارة فريق العميد لفريق النخيل الرياضية، أو حتى على حساب بطولة وطن الحزم. محاول على الطرف اليسار، أذكر بأن حارس التانجو برضو اللي يتواجد معنا في هذه المباراة فواز بن عمرو. تلك الأسماء المهمة اللي تتواجد، وأكيد في تواجدها برضو ستكون المؤازرة لمن يمثل غرب الرياض في نصف النهائي أبو فهد ومن معه في الغربي في المواجهة الثانية. الحديث ما في كشافين، الكشافين راحوا على الفرق، والله حرام يعني لعيبة مواهب تجلس تلعب حوالي تنحرق في الأخير. وين الكشافين؟ شايفين يا أخي ما في انحدار في مستوى الكرة السعودية كاملة، ما في لعيبة يا أخي يجون ياخذونها، كشافين راحوا. في الأخير نقول ألف مبروك الجماهير عالم الرياضة، وهرد لك فريق الجبلين رئيسهم ومدربهم ولاعيبتهم، وحظ أوفر إن شاء الله في القادم الأيام. توعدون الجمهور فريق عالم الرياضة في النهائي؟ والله إن شاء الله حن نوعد أن نبذل قصارى جهدنا، نبى أن نؤدي بكل روح وكل جدية وكل حماس، ونفترق نحترم الفائز من الفريقين اللي بيلعبون اليوم، نحترمهم كل احترام ونحسب لهم ألف حساب، وبإذن الله ما رفع الكاس إلا فريق عالم الرياضة بإذن الله. كل شكر لكم، موفقين. تسلم حبيبي، فرصة سعيدة، الله يرضى عليك. طبعا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، استمرارا في تغطيتنا لهذه المباراة ننتظر وصول رئيس فريق عالم الرياضة أحمد الشهري لأخذ لقاء عن هذه المباراة وعن المجريات في هذه المباراة، انتظرونا. طبعا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، في نهاية هذه المباراة الأولى من الدور النصف النهائي من بطولة وطن الحزم، بتأهل فريق عالم الرياضة إلى نهائي هذه البطولة، بجانبي الآن القائد المحنك والمميز لفريق عالم الرياضة سعيد. نقول لكم مبروكين فوزكم في هذه المباراة وتأهلكم كأول فرق إلى نهائي البطولة. الله يبارك فيك وألف ألف شكر على الإشادة. الحمد لله كانت صعبة بس جبناها من الطريق الصعب الحمد لله. كيف المباراة؟ والله صعبة، ما أنت شايف المباراة كلها ما في ولا فرصة، لا هنا ولا هنا، يمكن كورتين بس مباراة 18 تسديدات غيرها ما في، لكن الحمد لله أهم شيء توصل النهائي بأي طريقة. لو لعبت كويس وضيعت فرص جاء فيك جول، أهم شيء مباراة زي كذا أنك تفوز بأي طريقة كانت، بلنتيات تلطش هدف أي شيء الحمد لله. تحدي الفوز كثير، عالم الرياضة من زمان عالم الرياضة، وهو محتاج انه يلعب نهائي ويحقق بطولة. احنا في مرحلة انتقالية، يمكن 2 3 بس من القدامى، البقية كلهم فريق جديد، لكن بإذن الله نفرح بالبطولة هذه. شخص واحد تتعب كذا وانت تتكلم ما توفي حق أحمد الشهري، بإذن الله انه يفرح بالبطولة، لأنه تعب معنا كثير وصبر كثير، بإذن الله يفرح بالبطولة. بإذن الجمهور إن شاء الله، خلاص رجعنا لازم نجيبه بأي طريقة، لازم يجي بإذن واحد. مبروكين مرة. الله يبارك عمرك، ألف شكر للنخيل، مشكورين جميعا بصراحة، يعني نقلة نوعية كبيرة جدا جدا، يعني أنتم أفضل قناة رياضية السعودية، والله أفضل، موفقين إن شاء الله. طبعا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، استمرارا لتغطيتنا المصاحبة لهذه المباراة، يتواجد بجانبي الآن أحد اللاعبين المميزين في فريق عالم الرياضة وفي هذه المباراة، ماجد. نقول لكم مبروكين
فوزكم في هذه المباراة وتأهلكم كأول فرق إلى نهائي بطولة وطن الحزم. أولا الله يعطيكم العافية على التغطية الأكثر من رائعة، والله يبارك فيكم. أنتم شايفين عالم الرياضة قاعد يعاني السنوات الماضية، لكن الحمد لله ربي أنصفنا في البطولة هذه، وإن شاء الله بمشيئة الرحمن الفوز من نصيبنا في النهائي بمشيئة الله. صعب المباراة اليوم ماجد؟ والله صعب، أنت شفت السيناريو اللي صار والبلنتيات، تعرف ضربات حظ تخدم، لكن الحمد لله أنها انصفتنا، وزي ما قلت لك بمشيئة الله أن الفوز لنا بمشيئة الله. يهدي المباراة اليوم ماجد؟ والله شوف، الجميع في عالم الرياضة يستاهلون الإهداء صراحة. نستهديها لأبو فارس كابتن الفريق، أبو مساعد، أبو محمد اللي تعب معنا السنوات الماضية، والجميع أفراد عالم الرياضة لاعب. توعدون الجمهور في النهائي؟ والله نوعدهم بمشيئة الله، دامنا وصلنا عالم الرياضة دائما بالعادة وصل النهائي إنه ما يفوته، وإن شاء الله إنه ما نفوته. الله يعافيكم واشكركم على التنظيم، ونشكر عرابكم أبو عادي وقناة أكثر من رائعة. الله يسعدكم، الله يعافيك حبيبي. طبعا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، علي القرني اللاعبين المحنكين في فريق عالم الرياضة ومن اللاعبين القدامى في هذا الفريق المميز. علي، نقول لكم مبروكين الفوز وتأهل كأول فرق إلى نهائي بطولة وطن الحزم. الله يبارك فيك وفرصة سعيدة. تعرف دولة 4 وخروج مغلوب وضغوطات خاصة على فريق عالم الرياضة، لكن سنة صراحة مبتعد البطولات، لكن اللهم لك الحمد إن شاء الله. الشباب صراحة ما قصروا اليوم، برغم اني ضيعت اول بلنتي، لكن بعد ما ضيعته اوعدوني انك بتفرح بالاخير، وهذا رجال علم الرياضه على قلب رجل واحد، وباذن الله هذه بدايه السنه ان شاء الله، بدايه البطوله اللي رجعت عالم الرياضه للسيطره على بطولات الرياضه. علم الرياضه حقق بطولات في الغرب وفي الشرق على اقوى فرق الرياضه، وان شاء الله هذه راجع شباب جدد اغلبهم اول سنه يلعب في الفريق، وباذن الله نرجع هيبه عالم الرياضه واسم عالم الرياضه فوق ان شاء الله باذن الله. تهدون الفوز لمين اليوم؟ نهدي الفوز لكل عاشق لعالم الرياضه، كل الجميع، لا بحدد لا رئيس ولا مدرب، من اكبر رجل الى اصغر مشجع اللي هو فارس ولدي. ثانيا ما انسى الفريق الثاني، فريق الجبلين، احترمناه احترام يمكن ما تصور. يمكن الفتره اللي راحت نركز على احترام فريق الجبلين، صراحه لعيبه ممتازين، صغار في السن، صراحه منظمين، عندهم مدرب ممتاز، ومثل الفرقه الثانيه صراحه في الحواري. الناس المشكله الناس مركزه الحواري فيها لعيبه قسم بالله مكانهم الدوري السعودي. انا بقول لك ركا ولا درجه ثانيه ثالث، مكانهم الدوري السعودي. انا اشوف لعيبه يا اخي مميزين افضل من لعيبه انديه، ما في الكشافين راحوا على الفرق، والله حرام. يعني لعيبه مواهب تجلس تلعب حواري تنحرق في الاخير، وين الكشافين؟ شايفين يا اخي ما في انحدار في مستوى الكره السعوديه كامله، ما في لعيبه يا اخي يجون ياخذونها، كشافين راحوا. في الاخير نقول الف مبروك لجماهير عالم الرياضه، وهرد لك فريق الجبلين رئيسهم ومدربهم ولاعيبتهم، وحظ اوفر ان شاء الله في القادم الايام. توعدون الجمهور فريق عالم الرياضه في النهائي؟ والله ان شاء الله حن نوعد ان نبذل قصارى جهدنا، نبى ان نأدي بكل روح وكل جديه وكل حماس، ونفترق نحترم الفائز من الفريقين اللي بيلعبون اليوم، نحترمهم كل احترام ونحسب لهم الف حساب، وباذن الله ما رفع الكاس الا فريق عالم الرياضه باذن الله. كل شكر لكم، موفقين. تسلم حبيبي، فرصه سعيده، الله يرضى عليك. طبعا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، استمرارا لتغطيتنا المصاحبة في هذه الرسالة في النصف النهائي من بطولة وطن الحزم، وفي هذه المباراة الأولى يتواجد بجانبي الآن أحد الضيوف المميزين في بطولة وطن الحزم، طبعا المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية بالنظيم والجنادرية الأستاذ غازي العنزي. أستاذ غازي، نرحب بك عبر قناة النخيل وتواجدك كأحد الضيوف المميزين في بطولة وطن الحزم. حياكم الله، ونتمنى لكم التوفيق في هذه البطولة، في النجاح والتوفيك إن شاء الله. طبعا أستاذ غازي، طبعا بالنسبة لبطولة وطن الحزم، بداية كيف رأيت المباراة الأولى في هذا المساء بين فريق عالم الرياضة وفريق الجبلين؟ الحمد لله رأيتها جدا ممتازة من مستوى فني وتنظيم لهذا المباراة ولهذا البطولة بشكل عام، والحمد لله شيء رائع جدا. طبعا باستمرار البطولة من الدور التمهيدي وصولا إلى دور الأربعة، هناك لجنة منظمة قائمة على هذه البطولة بتغطيتها وبالأعمال الفنية والإدارية في بطولة وطن الحزم. رأيك عما شاهدت عن هذه البطولة؟ زي ما قلت لك، تنظيم جدا رائع وكان مستوى فني أيضا جدا رائع،
وتنظيم أنا شايف يضاهي الدورية القائمة حاليا كعبد اللطيف جميل نوعا ما، ليست مجاملة ولا نوعا ما بالنسبة للحواري يضاهي ونشوف ان شاء الله في النهايه، موعدين خير في النهايه ان شاء الله باذن الله. طبعا استاذ غازي، لجنه التنميه الاجتماعيه بالنظيم والجنادريه طبعا دعمت هذه البطوله في نهائي بطوله الحزم، وطن الحزم، بكاس والجوائز للاعبين البطوله المشاركين في هذه البطوله. تعليقك على هذا الدعم؟ والله هذا جزء بسيط نقدمه لشباب الحي النظيم والجنادريه، ولو الود إن أزود من كذا، ولكن إن شاء الله نقول المرات القادمة تكون أفضل من الحالية. وزي ما قلت أنت، الجوائز عبارة عن دعمنا لهذه البطولة عبارة عن كأس البطولة وجوائز المركز الأول والثاني والثالث وأفضل لاعب وأفضل حارس وأفضل لاعب واعد. ونعم هذه هي الجوائز اللي تم تقديمها من قبل لجنة التنمية الاجتماعية في النظيم والجنادرية. استاذ غازي، نبعد عن البطولة بشكل قليل طبعا وندخل في هذا المجال، مجال دعم الحواري ودعم البطولات في الحواري. رأينا شح بسيط من بعض اللجان المصاحبة للتنمية الاجتماعية، سواء كانت بالجنادرية والنظيم أو بالنسيم أو المناطق الأخرى في منطقة الرياض. هناك لا يوجد دعم أساسي ورئيسي لمحبي وعشاق كرة القدم، الكرة الوحيدة أو المحببة لدى طبعا شباب الحواري. تعليقك عن هذا اللي صار طبعا من كل الجهات؟ طبعا صحيح كلامك. لجنة التنمية الاجتماعية في النظيم والجنادرية تقريبا هذه ثالث بطولة تم دعمها. البطولة الأولى كانت تقريبا قبل 4 سنوات، كانت تماما من قبل اللجنة، وأصلا اسمها بطولة لجنة التنمية الاجتماعية في النظيم والجنادرية. الدعم الثاني كان عبارة عن راعي ثاني في البطولة، في بطولة العالمي تقريبا أقيمت قبل 3 سنوات، وهذا الدعم الثاني لهذه البطولة. أما بخصوص سؤالك عن شح اللجان، كلامك صحيح. بعض اللجان بشكل عام قد يكون أهملت في الجانب الرياضي نوعا ما، ولكن اهتمام اللجان من اسمها تنمية اجتماعية في جميع المجالات، في خصوص تنمية المجتمع. تنمية المجتمع بالنسبة للجنة التنمية الاجتماعية في النظيم والجنادرية، تنمية مجتمع النظيم والجنادرية. كلامك صحيح، وأنا راح أخاطب المسؤولين في هذا الشيء، وبإذن الله في السنوات القادمة نتجه إلى هذا المجال الرياضي، رياضة الأحياء، بدعم سخي وأكثر من كذا إذا توفر هذا الدعم. وإن شاء الله في المرات القادمة يكون دعم أفضل من كذا، ومن ضمن الخطط التي سوف نضعها سوف نزيد في دعم رياضة الأحياء بإذن الله. طبعا أستاذ غازي، كشخص مؤثر في وزارة الشؤون الاجتماعية، في أحد طبعا اللجان المصاحبة لهذه الوزارة، هل هناك مفاجأة أو عنصر دعم للشباب في قادم الأيام، متحدثا في دعمكم لهذه البطولة؟ والله أنا أتمنى زيك، وأنا أتمنى أنه يكون في دعم، ولكن لا أملك الإجابة حاليا. نقول في الوقت القادم بإذن الله تنكشف هذا، وبإذن الله يكون هناك دعم. الإجابة نعم أو لا أملكها الآن، ولكن نقول بإذن الله. طبعا استاذ غازي، يمكن ناخذ منك خبر او حاجه، ولكن انت ما شاء الله تبارك الله ما قصرت في حضورك في هذا المساء، ولجنه التنميه الاجتماعيه بالنظيم والجنادريه ما قصرت في دعمها لهذه البطوله للشباب المتواجد كما ترون في هذه البطوله باستمرار من الادوار التمهيديه وصولا الى دور الاربعه من بطوله وطن الحزم. كل الشكر لك على هذا التصريح المميز وتواجدك في بطوله وطن الحزم. حياك الله، وباذن الله سوف تكون هناك بطولات أكثر من كذا بإذن الله. والله يعطيكم العافية على التنظيم، وشاكر لكم. يعطيك الف عافية. حياكم الله. شكرا لك، ما قصرت. يعطيك الف عافية. نيابة عن اللجنة المنظمة لبطولة وطن الحزم، احنا نشكر الأستاذ غازي العنزي الذي أتى وشيء حضر الدورة والبطولة معنا كضيف، ومن قبل الضيف كداعم، واحنا نتطلع المزيد يا ابو صفوق
في النشاطات الجاية. رياضة الأحياء تحتاج وقفة الجميع، تحتاج وقفات من المؤسسات الحكومية والأهلية، لأن هؤلاء الشباب هم عماد الوطن وهم عماد هذا الدين من قبل الوطن. حبيت أشكر الأستاذ غازي المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية بالنظيم والجنادرية، والذي أتى نيابة عن الأستاذ زيد الخمشي رئيس مجلس لجنة التنمية الاجتماعية. كل الشكر لهم على دعمهم لهذه البطولة، ونقول أول الغيث قطرة بإذن الله. بإذن الله يعطيكم العافية أنتم على هالتنظيم الرائع، الله يعطيكم العافية. جزاك الله خير. وانا اسف اني اخذت المايك من اخويا عمير، لكن منا عليه واخذنا المايك. احنا حبينا نشكر هالقامه الجميله استاذ غازي، ويستحقون منا كل شكر اخواننا لجنه التنميه الاجتماعيه بالنظيم والجنادريه، واتمنى التوفيق للجميع. شكرا لكم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، استمرارا لتغطيتنا في هذه الرسالة وفي هذا المساء في دور النصف النهائي من بطولة وطن الحزم، هذه البطولة المميزة والجميلة كعادتها بحضور جمهور كثيف لهذا المساء وفي في هذا الدور، دور النصف النهائي. طبعا بالنسبة للمباراة الأولى تأهل فريق عالم الرياضة كأول الفرق المتأهلة في بطولة وطن الحزم بفوزه بركلات الترجيح على فريق الجبلين. بما يخص متابعينا ومشاهدينا الكرام، المباراة الثانية يلاقي فيها فريق الغربي فريق النجوم. طبعا بداية نبدأ مع فريق النجوم في الأدوار التمهيدية، فوز وحيد وتعادل وحيد وهزيمة وحيدة طبعا تؤهله إلى دور ال16 من بطولة وطن الحزم، ليلاقي فريق أوروبا بانتصار ب4 أهداف مقابل هدف وحيد لفريق أوروبا، وصولا به إلى دور الثمانية من بطولة وطن الحزم. طبعا ليلاقي فريق الخليج وينتصر بضربات الجزاء. طبعا بما يخص هذا المساء وفي هذه المباراة، أبرز المتواجدين في فريق النجوم اللاعب عصام السفياني واللاعب بندر القحطاني واللاعب عيسى شكو. طبعا تصريح مدرب فريق النجوم لقناة النخيل قبل بداية هذه المباراة تحدث قائلا بأن من سوف يحافظ على مرماه ويلعب الكرة السهلة مساء هذا اليوم سوف ينتصر ويفوز ويتأهل بذلك إلى نهائي هذه البطولة. طبعا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ننتقل بكم إلى فريق الغربي طبعا، ونبدأ بالأدوار التمهيدية لفريق الغربي بفوز وحيد وخسارتان تؤهله كأفضل ثالث من المجموعة إلى دور ال16 ليلاقي فيه فريق الأولمبي طبعا وينتصر بهدف وحيد مقابل لا شيء، وبذلك وصولا به إلى دور الثمانية طبعا ليلاقي فريق السلام وينتصر بركلات الترجيح. طبعا بما يخص هذه المباراة في هذا المساء، أبرز المتواجدين في فريق الغربي طبعا فهد العتيبي وسلطان حامد وعايض مناحي. طبعا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تصريح مدرب أو رئيس فريق الغربي طبعا تحدث للقناة قائلا بأنها هذه المباراة ليست سهلة، والأقل أخطاء في هذه المباراة سوف ينتصر، وأن لا توجد فوارق في هذه البطولة طبعا لكل الفرق المشاركة، لا توجد فوارق من حيث النجوم، فمن يلعب الكرة السهلة والأقل أخطاء سوف ينتصر ويتأهل إلى النهاية. طبعا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، انتظرونا في التغطيات المصاحبة لهذه المباراة.
مشاهدينا ومتابعينا الكرام، استمرارا تغطيتنا في هذه المباراة الأولى وبعد فوز فريق عالم الرياضة وتأهل إلى النهائي بطولة وطن الحزم، يتواجد بجانب رئيس فريق عالم الرياضة أحمد الشهري. أحمد، نقول لكم مبروكين فوزكم في هذه المباراة وتأهلكم كأول فرق إلى بطولة وطن الحزم. الله يبارك فيك، وأهلا وسهلا في قناة النخيل معنا في البطولة، وحياك الله يا أخي عمير وحيا الله الجميع. طبعا أحمد، مباراة اليوم مباراة صعبة طبعا، كيف شفت المباراة من النواحي الفنية؟ طبعا صحيح مباراة صعبة. أول شيء أبارك فريق عالم الرياضة وجميع اللاعبين، ومن قبلهم مدرب الفريق. مباراة طبعا كان فريق الجبلين فريق صراحة قوي جدا ومحترم، لاعبين ممتازين، ومدرب الشملاني مدرب ممتاز، وكان لهم هدف يوصلوا البلنتيات. من بداية المباراة كان لهم هدف يوصلوا البلنتيات ووصلوا فعلا، لكن الحمد لله الله كان كاتبها لنا. مبروك العالم الرياضة وهارد لك الجبلين. طبعا رأينا تكتل هجومي كثيف لفريق عالم الرياضة في هذه المباراة وفرص ضائعة كثيرة في هذه المباراة. هل هو عدم تركيز لاعبي فريق عالم الرياضة في مساء هذا اليوم؟ والله شوف، هي الكور تكتل هجومي دائما يقابل تكتل دفاعي، وانت عارف عالم كرة القدم اسهل حاجة في كرة القدم انك تدافع تقفل ملعبك، وهذا اللي نجح فيه فريق الجبلين. وانا اهنيه صراحة في المباريات كلها قاعد يوصل بلنتيات ويفوز، لكن يعني الله كتب لنا اليوم بلنتيات. فريق فعلا احنا هاجمنا ونزلنا مهاجمين وحاولنا نوصل، لكن كان فريقهم صراحة دفاعيا مميز جدا ومنظم تنظيم عالي جدا. طبعا مدرب فريق عالم الرياضة في هذا اليوم وفي آخر الشوط الثاني زج بلاعبي الخبرة في فريق عالم الرياضة في هذه المباراة. صحيح، أبو مساعد عرف المباراة يعني تتجه لأمور نفسية، وحب يدخل علي القرني وحب يدخل عبده لتنفيذ ضربات الترجيح. عاد الله ما وفق ابو فارس، لكن وفق عبده ووفق الباقيين، وتوفق ناصر في تصدي لأحد الركلات الحمد لله. توقعات مدرب فريق عالم الرياضة في نزول لاعبين الخبرة أن المباراة سوف تتجه إلى ركلات ترجيح؟ والله في البداية لا، في البداية المدرب دخلهم يعني عشان يبغى يفوز، دخل عبده وابو فارس يعني قوة هجومية يبغى يفوز، خصوصا الفريق يعني في الفريق الجبلين متمكن في الكرات العالية كثير، وعبده وفارس متمكنين في نفس الجانب، فكان هدفه انه ينزلهم، ان سجلوا خير وبركه، ما سجلوا اللي يكونوا في البلنتيات يعني وضعهم كويس افضل من اللعيبه الشباب الصغار هذولي. طبعا احمد، طبعا تاهلكم كاول الفرق في بطوله وطن الحزم الى النهائي، من تتمنى ان تقابل، فريق النجوم ام فريق الغربي مساء هذا اليوم؟ اول حاجه احنا يعني تاهلنا وتصدرنا والارقام اللي حققناها في البطوله في باحتلالنا اول الاوائل بالاهداف وبالنقاط وكل شيء، هذا يعطينا دافع كبير يعني نحقق البطوله ان شاء الله. وفريقين اعتقد فريقين كبار جدا جدا جدا، الغربي فريق زعيم الغرب، فريق كبير جدا، فريق النجوم عائد بقوه وعنده لعيبه يعني مميزين جدا جدا. انا اتمنى انا كرئيس عالم الرياضه وكاحد الاعضاء اللي في اتحاد شرق الرياض ان المباراه تكون حلوه ونظيفه وممتعه للناس للجمهور والعالم، وهذا ان شاء الله باذن الله نسعى له. اما من يجي والله انا اشوف انه كل ما كان الفريق قوي كل ما عالم الرياضه صار اقوى، وان شاء الله ان الله يوفقهم جميعا الفائز ولا الخاسر. طبعا في ختام لقاء لهذا اليوم كلمه يود يوجهها رئيس فريق عالم الرياضه الى اللجنه المنظمه لهذه البطوله. والله اذا بوجه كلمه فبوجه كلمه لي انا برضه، لاني انا منهم وفيهم وانا معاهم في اللجنه، وصراحه عملهم كبير جدا جدا جدا. بطوله لاول مره تقام في ملعبين في الرياض، هذا بحد ذاته انجاز. صحيح يعني يمكن الجمهور راح مننا شوي، لكن كنا احنا مضطرين الملعبين بسبب ضيق الوقت، يعني اختبارات خلاص، يعني يوم الاحد الجاي اختبارات، يعني لازم نخلص الخميس. ففكرة الملعبين هذه فكرة كبيرة وإنجاز كبير، أشكر كل من قام عليها، رئيس اليرموك، رئيس الجبلين، اللجنة المنظمة، أعضاء اللجنة المنظمة صراحة ما قصروا. وفي النهاية وفي الأخير أضافوكم أنتم كإضافة مميزة للبطولة هذه بحد ذاتها أصلا، يعني كتنظيم حاجة جدا جدا مميزة. إن شاء الله بإذن الله أنهم يكملونها وأن نجمل معاهم إن شاء الله للنهاية ونهاية البطولة بحول الله. طبعا ابتعادا عن تنظيمكم في هذه البطولة، ماذا توعد جمهور فريق عالم الرياضة في نهاية هذه البطولة؟
والله شوف، عالم الرياضة وصل نهائيات كثير وحقق بطولات كثير. ابتعد 4 سنوات صحيح يعني عن البطولات الرسمية مو التنشيطية، ابتعد 4 سنوات من عام 32 بطولة التعاون، لكن اللي وعدناهم احنا قبل البطولة ان نظهر مظهر كويس، وان بحول الله نوصل يعني نحاول نوصل الى ابعد حد. بطولة التعاون اللي راحت وصلنا دور 4، انتهت بطولة التعاون، اجتمعنا مع المدرب، وعد ابو مساعد وعد انه اقل شيء نسويه في بطولة وطن الحزم انه نوصل النهائي، وفى بوعده وصل النهائي. باقي خطوة الفوز بالبطولة هذه توفيق من الله سبحانه وتعالى. انت عارف النهائيات ما تحكمها الامور الفنية اكثر من الامور النفسية، فاحنا نوعدهم ان نؤدي كل ما عندنا، واذا الله وفقنا الحمد لله خير وبركه، ما الله وفقنا هذا مكتوب الفريق الثاني ويستاهل. احنا بنكون روحنا رياضيه في كل الاحوال. والله يوفقنا ويوفقكم ويوفق اللجنه المنظمه ان شاء الله، يظهر نهائي حلو ان شاء الله. كل شكر لكم ومبروك مره ثانيه. الله يبارك فيك والف شكر يا غالي، الله يعطيكم العافيه حبيبي، شكرا لك. الشوط الاول والشوط الثاني كره ملعوبه عاليه، الكره تنزل الى ضربه مرمى وليد على تنفيذ الخطأ. وليد اليساري بالكرة تصل لنايف، الحلو متابعة تبعد من مدافعي الغربي، وصلت عند بندر القحطاني لكن سلامات للاعب الواقع في أرضية الملعب. سلامات للاعب الواقع في أرضية الملعب. إما الغربي أو النجوم، ولو أن الغربي تقدم بخطوة أولى في شوط أول بعد أن نجح بادجو بإضافة الهدف الأول في مباريات نصف النهائي بعد المباراة الأولى اللي كانت سلبية نتيجتها ما بين عالم الرياضة والجبلين. ضربات الترجيح أعطت الوصول للجبلين. كرة ملعوبة سفياني عصام. طبعا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، مواصلة في تغطيتنا المستمرة في هذه الرسالة وفي المباراة الثانية، تواجد بجانبي الآن أحد الضيوف المميزين وأحد رؤساء الفرق المميزين جدا في أحياء الرياض، طبعا عامر الخريصي رئيس فريق الياور. هذا الفريق ذو الوجه الجديد في منطقة أحياء الرياض. نرحب بك أستاذ عامر، تواجدك عبر قناة النخيل. يا مرحبا بك وشكرا لكم على هذا الضيافة. وقناة النخيل قناة شرف اني انا اكون ضيف عندكم بالقناة، وشيء جميل، فكرة ممكن غير مستبغة للقناة النخيل، وله صدى وإعلام، وأتمنى لكم التوفيق الدائم. طبعا أستاذ عامر، طبعا بداية احنا يمكن عندنا محورين في لقائنا في هذا اليوم، ولكن محورنا الأول في هذه البطولة طبعا مشاركة أولى رسمية لفريق الياور في بطولة وطن الحزم. كيف شفت هذه المشاركة بعد خروجكم منها؟ والله شرف لنا أن اشتركنا مثل هذه البطولة، 24 فريق وكل الفرق فرق كبرى وتحت رعاية الاتحاد، واتمنى لهم التوفيق للاتحاد الشرق. لو في بعض التخبطات اللي تناقشنا به عدة مرات ولا راضوا أنهم يتجاوبون للأمور هذه، ولكن أنا أشوف البطولة أضافت الفريق الياور شيء كبير. وبالنسبة للخروج الحمد لله، هذه كرة القدم في خاسر وغالب، وإن شاء الله نعوض بالبطولات القادمة، ولكن أضافت لنا شيء الكبير. طبعا أستاذ عامر، كيف رأيت مستوى البطولة تنظيميا من الأدوار التمهيدية وصولا لدور الأرباع؟ والله إذا تتكلم على التنظيم، أنا أشكر القائمين على التنظيم، أبذلوا جهود كثيرة، ولكن هذا اللي قدروا يقدمونه للناس. ولكن أنا كتنظيم بالبطولات الأخرى ما أقدر أقارن تنظيم الشباب بهذا البطولة، لأنه أنا أشوفه وسط، يعني ما هو هذاك الشيء اللي يلفت النظر. بطولة تحت رعاية الاتحاد و24 فريق، وزمان الاتحاد ما نظم، وفريق مثل فريق العميد واليرموك فرق كبرى ولا صدى، المفروض يكون التنظيم أرغى من هالشيء هذا. طبعا أستاذ، رأيت أو تصرحت بأنه التنظيم متوسط، السلبيات المتواجدة أو اللي لفتت نظرك في هذه البطولة كثيرة؟ والله يمكن لو ترون أول حاجة
يعني جمهور، بطولة فقدت الجمهور، بطولة فقدت التعليق، بطولة فقدت كثير أشياء تجلب لك الجمهور. هذا شيء يقلل من قيمة البطولة. فما أنه أنا تمنيت أنه تكون البطولة أرقى من الشيء هذا، من تحديد كراعة أن تكون تحت الاتحاد اللي صار له سنة ما نظم أو سنتين بطولة تطلع بالزي هذا. أنا أشوفها يعني حتى أقل من الوسط، في أخطاء كثير بالبطولة. طبعا أستاذ عامر، رأينا دعمك في بطولات الحواري كوجه جديد في منطقة أحياء الرياض، طبعا بدعمك المستمر في عدة بطولات في الحواري، ورأينا دعمك لبطولة قادمة أو راعي رسمي لهذه البطولة. أي بطولة تتكلم عنها؟ بطولة برزان تقريبا. بطولة برزان راح تكون باسمي إن شاء الله، ورصدنا له إلى الآن وصل فريق برزان 75,000 ريال للبطولة، وأتمنى أن البطولة تكون تحمل صداه من كل الجوانب. أما أنه أدعم البطولات القادمة، نعم احنا إن شاء الله ندعم كافة البطولات القادمة، وحنا هدفنا دعم الشباب والفكر الشباب، ونتجه بالشباب إلى الشيء الأفضل، ونرغي من مستوى الشباب، ونبعد عن التوجهات اللي بين رؤساء الفرق. وانا اتمنى، قلتها الكثير من رؤساء فرق، اي شيء بينك وبين رئيس اي فريق اتمنى انه ما يدخلون فيها الشباب، وانه يكون الفكر الكروي ارقى من الشيء هذا. احنا نتمنى وندعم ونظل ندعم ان شاء الله الشباب وليس رؤساء الفرق. احنا يهمنا الشباب تطلع وتثبت وتغير الفكر للشباب من رؤساء الفرق. طبعا أستاذ عامر، سمعنا خبر طبعا بقدوم بطولة كبيرة جدا ومستوى كبير في منطقة الرياض، هل هذا الخبر صحيح؟ والله إن شاء الله راح تكون بطولة وراح يعلن عنه من قناتكم إن شاء الله، بين النخيل والياور إذا كنت تقصد هذه. وإن شاء الله راح تكون ما هو على مستوى الرياض، بإذن الله راح تكون بطولة على مستوى الخليج بإذن واحد أحد. بطولة راح يرصد لها ميزانية كبرى، راح تكون إن شاء الله بين اتفاق بين محمد عادي وبيننا، وراح نجتمع ونسوي له دراسة. وإن شاء الله هذه البطولة اللي راح تضرب الصدى الأول اللي ما ضرب على مستوى نقول الخليج بإذن الله. طبعا نطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بإذن الله. طبعا هل هذه البطولة قريبة؟ والله راح يتم لها الدراسة بعد بطولة برزاني اللي هو بعد رمضان، وإن شاء الله كأمور ماديا أنا جاهز، وباقي الترتيبات راح تكون عند الأخ محمد عادي. وإن شاء الله أنه أنت تخبر محمد عادي دراسات ويطول بالدراسات، بس إن شاء الله نضغط عليه ونخفف من هالدراسات هذه، وتكون بطولة كبرى بإذن الله على مستوى الخليج. وإن شاء الله في تواصل معه الأستاذ أحمد عيد، في بينه وبينه تواصل إن شاء الله من أحد الأقارب، أنه يكون البطولة هذه له لفت النظر من قبل الاتحاد السعودي. نتمنى الشيء هذا. طبعا تصريح للأستاذ عامر رئيس فريق الياور بقدوم بطولة تحت مظلة الاتحاد السعودي. طبعا كل التوفيق لفريق النخيل وفريق الياور بظهور بصورة جميلة جدا في هذه البطولة. أشكرك أخ عمير على هذا اللقاء، وأنا شرف لي أني كنت ضيف. أول شيء عندك مقدم لائق وقادم قوة ومرعب للأمانة، ولك الاحترام والتقدير، وأشكر قناة النخيل. وإن شاء الله نطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله أنه الاتحاد السعودي يلتفت لنا كحواري، وإحنا ما نطلبهم دعم مادي الحمد لله، نطلبهم بس لفت نظر وبصمة أنه تكون لهذه البطولة، ولا الدعم المادي إن شاء الله ما نحتاجه من أي شخص إن كان موجود. وكتنظيم محمد عادي قادر أن ينظم من أكبر البطولات، وإن شاء الله أنه إحنا فريقين مكملين البعض، وأتمنى التوفيق للجميع. كل شكر لك كأول ظهور في قناة النخيل أستاذ عامر. طبعا شكرا لك على إطلالتك وعبر تصريحك وعبر طبعا الخبر الجميل جدا بتنظيمكم دويتو زي ما يقولون بين فريق النخيل وفريق الياور في القادم. كل شكر لك. أشكرك وشكرا لك ولقناة النخيل، ويعطيكم العافية وما قصرتوا، بيض الله وجهكم. أشكرك ما قصرت. طبعا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، استمرار تغطيتنا في هذه المباراة الثانية. تواجد بجانبي الآن
أحد الضيوف المميزين في منطقة الرياض وفي بطولة وطن الحزم، رئيس هيئة اتحاد حواري أحياء الرياض للهواة الأستاذ حماد شمري. أبو إبراهيم نرحب بك عبر قناة النخيل وفي بطولة وطن الحزم. حياكم الله وبياكم، وقناة النخيل ولله الحمد من نتمنى لها الاستمرار والتغطية الممتازة كما عودونا في السابق. طبعا أبو إبراهيم، بالنسبة لبطولة وطن الحزم كيف رأيت هذه البطولة من بدايتها في الأدوار التمهيدية وصولا إلى دور الأربعة من هذا المساء؟ بطولة وطن الحزم إن شاء الله أنها بطولة لاقت استحزان الكثير من الفرق المشاركة، وبطولة نظمت تحت مظلة الاتحاد تحت تنظيم فريقي العميد واليرموك. طبعا الدور التمهيدي كان على ملعبين، وهذا كان من المميزات التي بدأت لهذه البطولة، وإن شاء الله أن مستوياتها الفنية ممتازة حسب ما أسمعه من كثير من المشاركين والجمهور. طبعا أبو إبراهيم، طبعا في هذه البطولة واستمراريتك لمدة سنتان في رئاسة اتحاد الحواري، كيف رأيت تطور البطولات إلى حد وصولك لهذا اليوم؟ الله يعطيك العافية على السؤال هذا. بالنسبة للاتحاد وتطوره لا يتم إلا بتعاون الفرق جميعا. الاتحاد بدأ السنة الأولى وكان هناك بعض الانتقادات وبعض الملاحظات، وتم لله الحمد تعديلها في السنة الثانية، وما زلنا في البدايات ولم يتم إنجاز الكثير من الأعمال بسبب الملاحظات والانتقادات من بعض الفرق التي بعضها لأهداف مصلحة شخصية لا أكثر ولا أقل، وبعضها لا يكون في صميم عمل الاتحاد، وهذا اللي حنا نبيه وهذا اللي حنا نسعى له. الاتحاد للجميع وليس لفريق معين أو منطقة معينة، وأكبر دليل تسمية هيئة اتحاد حواري أحياء الرياض للهواة يعني للجميع. وأتمنى أننا نضع المطالب والأمور الشخصية على جنب ونسعى لمصلحة المنطقة بشكل عام. الاتحاد استمراره أو عدم استمراره هو عن طريق الفرق، الأشخاص القائمين أو أعضاء الاتحاد القائمين ولله الحمد كمجتمع وكإنجازات شخصية وكأدوار في المجتمع لهم وبارزين ولله الحمد، ولا يعيبهم شيء. نجاحهم أو عدم نجاحهم ليس مرتبط فيهم شخصيا، هم يبذلون الوقت والجهد والمال في سبيل إنجاح الأمر، ولكن يرتبط ارتباط كلي برؤساء الفرق، ورؤساء الفرق هم من ينجحون الاتحاد وهم من يفشلون هذه الفكرة وهذا التنظيم الرائع الذي في الحقيقة وحسب ما لمسته عندما ناقش أي شخص أنه أفاد كثيرا من الفرق، ولكن قد يجوز أن هناك بعض الانتقادات، والانتقادات كما تجاوزناها السنة الأولى نقدر نتجاوزها السنة الثانية والثالثة، لأن الاتحاد يخدم الجميع وللجميع، وحتى لو كان هناك وجهات نظر مخالفة لا يمنع من ذلك من وضعها على طاولة النقاش وحل الكثير من المشاكل التي تكون برؤية بعض الزملاء رؤساء الفرق أنها لابد تحل، ما فيه مانع. ولكن نحن بدأنا بلائحة معينة ثم تم تغيير اللائحة، والآن بدأنا بلائحة ثانية، فأتمنى من الجميع أنه يضع بعض الملاحظات، وبإذن الله هناك اجتماعات وما في شيء ما يتعدل أو يتصلح. ولكن اللي أهم من هذا أنه من المفترض أن العموم والجميع يحرص على استمرار الاتحاد، لأنه يخدم الجميع، والقائمين على الاتحاد الآن ما يتقاضون شيء نهائيا، يبذلون وقتهم وجهدهم ومالهم في سبيل إنجاح الاتحاد، وهو نجاح للفرق، ما هو نجاح والله للاتحاد وبس، الاتحاد هو نجاح للفرق نفسه من ناحية التنظيم والترتيب والحفاظ على اللاعبين
مهما تعب رئيس الفريق تعبوه إن شاء الله ما يروح هباء منثورا، لأن تعبوه رايح يثمر من ناحية فريقه. سلام أبو إبراهيم، في تصريح للأستاذ عامر الخريصي رئيس فريق الياور بدأ بعدم رضاه عن هذه البطولة بأنها تنظيمية بالمستوى المتوسط مقارنة بالبطولات الخارجة عن مظلة اتحاد الأحياء في منطقة الرياض. والله الأخ عامر الخريصي رئيس فريق الياور من الأشخاص العزيزين عليه ولله الحمد، ومواقفه طيبة مع الاتحاد، وإذا قال هذا الكلام فهو منظوره الشخصي وهو المسؤول عن تصريحه. ولكن بالنسبة للبطولات التي تقام خارج مظلة الاتحاد كل يعرف الدعم المادي الهائل الكبير الذي يحصلون عليها بطريقة أو بأخرى، بينما الاتحاد وفرق الاتحاد مدخولها المادي أقدر أقول أنه ضعيف جدا، ويعملون وفق الإمكانيات المتوفرة لديهم، وهذا إن شاء الله يتطور فيما بعد، سواء بوقفة رؤساء الفرق، سواء بدعم الناس الميسرين الله لهم معطيهم ومنعم عليهم أنهم يقفون مع الاتحاد ويقفون مع فرق الاتحاد، وبإذن الله أنهم يضاهون الفرق التي تنظم خارج مظلة الاتحاد والذي لها مدعومة. أذكر كلام أنه حصل أحد البطولات دعمت ب500,000، يعني نصف مليون. عطني نصف مليون وطلع لك مو بطولة، طلع لك أفضل بطولة تقام بالمملكة العربية السعودية، وليس هذا. ولكن تعطيني لك ممكن مع قطة الفرق لك 40 50 60 ألف وتبغاني أطلع ببطولة، تبغى مصاريف وتبغى دعم مادي ومجهود كبير في سبيل أنها فعلا تطلع في الكلام هذا. فالبطولات المدعومة لا تقارن بالبطولات الغير مدعومة، يعني ما في مقارنة أساسا. أنا يوم أقارن في شيء مناسب للشيء، نفس مستوى وحجم البطولة. أما بطولة مدعومة بأكثر من نصف مليون أو أكثر من ذلك يعني، وتقول والله هذه قارنها في هذه، ما أعتقد المقارنة أنها في محلها. وفي النهاية كل واحد له وجهة نظره الخاصة فيها وهو اللي مسؤول عنها. طبعا أبو إبراهيم، سمعنا عن خبر في المباراة النهائية لبطولة وطن الحزم بأنه سيتم تدشين شعار وموقع الهيئة وحسابها في تويتر. يعطيك العافية على هذا السؤال، بس منين يعني استقيت هذه المعلومة؟ يعني الأخبار الإعلامية يمكن أخذنا خبر إعلامي. عموما يعني أنا أقول لك ولله الحمد، الاتحاد من بدأ يسير وفق منظومة وأهداف معينة في كل وقت نضع حاجة معينة تفيد للاتحاد، ومن ضمن هذه الأشياء تدشين موقع وشعار الاتحاد وتويتر للاتحاد. طبعا أنا أخرت هذا الشيء لعدة أسباب. أولا على أساس أنه تهدى الأمور ولا يكون هناك مشاحنات ولا يكون هناك على ما قيل خروج عن النص وإلى آخره، وتحملت أنا كل شيء من الناحية هذه، لدرجة أني يمكن أني اتهمت أنا المتحدث، أنا المسيطر، أنا ولكن حنا في بدايات الاتحاد. فالسنة الأولى لو دشنت الشعار ودشرت تويتر وموقع الاتحاد قد أن تحدث أشياء لا يحمد عقباها، ولكن أنا تفاهمت مع الأخي فهاد البقمي وقلت له بالحرف الواحد تحملت أنا كل شيء، وبإذن الله كل شيء بوقته حلو يا حلو، بإذن الواحد الأحد يكون بالوقت المناسب. وأنا أرى ولله الحمد أنه الآن نوعا ما أقول لك 100% أنه الوقت المناسب ندشن هذا الشيء، ولكن نقول إن شاء الله أنه من أفضل الأوقات، وبإذن الله. وهذا حصري يعني لقناة النخيل، أنه في المباراة النهائية وبين شوطي المباراة بالذات سوف يتم تدشين شعار وموقع الاتحاد مع حساب تويتر للاتحاد. ومن هذا المنبر، من منبر قناة النخيل، أدعو جميع زملائي رؤساء الفرق وأعضاؤها وأداريها سواء كان في الاتحاد أو غير منضم للاتحاد، أدعوهم لحضور المباراة النهائية، وأدعوهم لحضور تدشين موقع وشعار وحساب تويتر للاتحاد، لأن
كلنا ولله الحمد في منطقة واحدة وكلنا نخدم بعض، وإذا اختلفت أنا وياهم في أو اختلف هم والاتحاد في وجهات النظر بإذن الله يوم من الأيام يكونون أحد أعضاء الاتحاد، ونستمر إن شاء الله في التنظيم والترتيب لأحياء الرياض. طبعا أبو إبراهيم كل الشكر لك على هذا الخبر لقناة فريق النخيل، شكرا لك. الشكر لله سبحانه وتعالى ثم للقائمين على قناة النخيل التي تخدم ولله الحمد المناسبات الرياضية في منطقة شرق الرياض وفي أحياء الرياض الأخرى وللجميع إن شاء الله، ولكن بحكم وجودها يمكن في منطقة الشرق تخدم أكثر يعني، ولكن إن شاء الله إذا طلب منها تغطية هي بطولة إن شاء الله أنها يكون أول الحاضرين، فلهم الشكر وجزاهم الله خير لإتاحة هذه الفرصة التي عبرت عنها ما يتداوله كثير من زملائي رؤساء الفكر، شكرا جزيلا. شكرا لكم. الله يعطيك العافيه. طبعا مشاهدينا ومتابعينا الكرام استمرارا في تغطيتنا في هذه الرساله، توقعات للجمهور الحاضر، جمهور بطوله وطن الحزم طبعا يتواجد بجانب احد جمهور هذه البطوله، نتعرف عليك. عبد الرحمن محمود. طبعا عبد الرحمن، النهائي بين فريق الغربي وفريق عالم الرياض، توقعاتك بطل البطوله؟ اتوقع عالم الرياض، عالم الرياض مستوى ثابت من بدايه البطوله، اتوقع بطوله عالم الرياض. شكرا لك. عفوا. طبعا مشاهدينا مستمرين معكم مع جمهور بطولة وطن الحزم في أحد الجماهير المتواجدة في البطولة، نتعرف عليك. أنا نواف القحطاني. نواف، طبعا النهائي يقام بين فريق الغربي وفريق عالم الرياض، توقعك بطل بطولة وطن الحزم؟ والله الغربي فريق كبير وبرضه عالم الرياضة فريق كبير، احنا كجمهور نتمنى أن نشوف مباراة جيدة، مباراة جميلة، مباراة فيها شيء فني يضيف للبطولة، وهي نهائي وإن شاء الله نضيف للبطولة. العالم الرياضة؟ لا التوقعات يعني صعبة. لا لابد توقع وحيد. والله لا توقع، اسمح لي. يعطيك العافية. شكرا. الغربي. طبعا مشاهدينا مستمرين مع جماهير بطولة وطن الحزم في أحد الجماهير المتواجد، نتعرف عليك. محسن عنزي. محسن، توقعك لبطل بطولة وطن الحزم بين فريق الغربي وفريق عالم الرياضة؟ عالم الرياضة. شكرا لك. مستمرين طبعا مشاهدينا مع جمهور بطولة وطن الحزم، أحد الجماهير المتواجد بجانب، نتعرف عليك. علي معك. طيب طبعا علي، طبعا توقعك لبطل بطولة وطن الحزم بين فريق الغربي وفريق عالم الرياضة؟ أقول إن شاء الله الغربي إن شاء الله بهذا المستوى، إن شاء الله يكون التتويج لهم إن شاء الله. كل شكر لك. حياك الله. طبعا متابعينا مستمرين مع جمهور بطولة وطن الحزم، طبعا يتواجد بجانبي طبعا أحد الجمهور في هذه البطولة، نتعرف عليك. مطلق العتيبي. طبعا مطلق، في نهائي بطولة وطن الحزم يتواجد فريق الغربي وفريق عالم الرياض، توقع بطل البطولة؟ والله اتوقع عالم الرياضة. عالم الرياضة. طبعا الجماهير الحاضرة بكثافة في هذه البطولة، أحد الجماهير ولاعب فريق أوروبا، نتعرف عليك. شباب السباعي. طبعا شباب بطل بطولة وطن الحزم بين فريق الغربي وفريق عالم الرياضة، البطل؟ اتوقع عالم الرياضة. عالم الرياضة. هنا. نتعرف عليك. فهد، توقعك البطل؟ مباراة قوية لكن اتوقع عالم الرياضة. ما لا. شكرا لك. عفوا. يعطيكم العافية. طبعا انا طلعت محتاج. طبعا مشاهدينا استمرارا لجمهور بطولة وطن الحزم يتواجد بجانب احد الجمهور، نتعرف عليك. عياد الشمري. طبعا عيادة، في نهائي بطولة وطن الحزم يتلاقى فريق الغربي وفريق عالم الرياضة، بطل البطولة توقعك؟ الغربي. يعطيك العافية. الله يعافيك. كبير وعلى هذه المباراة ابتسمت الغربي في تسجيل نجمه الصانع العاب عبد الله مشي فاجر الغرب بذاك الهدف وصل. طبعا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، المباراة الثانية انتهت بفوز فريق الغربي، وبذلك يلاقي فريق عالم الرياضة في نهائي بطولة وطن الحزم بتواجد المهاجم الوحيد في فريق الغربي. طبعا نقول لكم مبروك فوزكم في هذه المباراة وتأهلكم لملاقاة فريق عالم الرياضة في نهائي البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا أشرف المرسلين. والله الحمد لله قدمنا مباراة حلوة، كان الفريقين كلهم مضغوطين من بداية المباراة، خصوصا الفريق الثاني كان مضغوط مشدود يعني من الحكم. الحمد لله قدرنا نسيطر على المباراة بالكرة البينية بين الفريقين الحمد لله، وتوجيهات مدرب يعني الحمد لله سيطرنا على المباراة كلها. طبعا من تهدي الفوز اليوم؟ سام؟ من تهدي الفوز؟ والله هدي الفوز لك حبيبي. الله يخليك. توعد الجماهير فريق الغربي في النهائي؟ والله ان شاء الله ان ناخذ النهائي ان شاء الله، ناخذ ان شاء الله وننهي ان شاء الله من الشوط الاول. يعطيك الف عافية. عليك حبيبي قلبي. طبعا استمرارا في تغطيتنا لهذه الرساله في المباراه الثانيه تواجد بجانبي مدافع فريق الغربي عامر ملوح. عامر، نقول لك فوز في هذه المباراه كان تقريبا صعب لكم وتاهلكم الى النهائي لملاقاه فريق عالم الرياضه،
أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أبارك لأخوياي اللعيبة، وهذا الفوز ما هو غريب عليهم، ولو أن المنافس اللي ضدنا كان منافس صراحة شرس، ويعني في النهاية مبروك لنا وهارد لك لهم، ويستاهلون الغربي هذا ولا هي غريبة عليه. عامر تهدي الفوز اليوم لمين؟ أهدي الفوز لاعب اللي هو مدرب الزعكان عناد الحارثي اللي حضر، وهذا يعني عزيمة مني لهالشخص هذا، ويستاهل الفوز، يستاهل الفوز. أهديه أقل هدية أقدمها له، ويستاهل أكثر من كذا. طبعا في النهاية توعد جمهور فريق الغربي إن شاء الله الفوز ولا غير الفوز إن شاء الله. يعطيك الف عافية. عافاك الله، يعطيك العافية، ما قصرت. طبعا استمرارا في تغطيتنا في هذه الرسالة متابعينا مشاهدينا الكرام، يتواجد بجانبي الآن مدرب فريق الغربي سعيد. طبعا نقول لك مبروك فوزكم في هذه المباراة وتأهلكم إلى النهائي لملاقاة فريق عالم الرياضة. الله يبارك فيك، ومبروك لأشقائنا في فريق عالم الرياضة، وهذا لك الفريق. كانت مباراة كبيرة صراحة، مباراة صعبة، ولكن الحمد لله على كل حال. تقريبا اشتدت المباراة في الشوط الثاني، كيف شفت المباراة فنيا كمدرب لفريق الغربي؟ والله شوف المباراة أكيد يعني تو تعرف ان دور 4 ووصول نهائي، فأكيد بتكون مشدودة شوي، خاصة الشوط الثاني لأن الفريقين ما عاد في شيء يخسرون، وبالذات فريق الزعيم فريق النجوم آسف، فريق النجوم، فما لازم يهاجم، وحنا كنا احنا الشوط الاول قدمنا مستوى ونتيجه، اخذنا اللي نبغاه الشوط الاول، الشوط الثاني ضغطوا علينا وكانوا يبغون التعادل، ولكن الحمد لله في النهايه تاهلنا المباراه النهائيه، وهذا كان الاهم عندنا صراحه. طبعا كابتن سعيد، هل تعلم من سوف تلاقي في دور الأربعة؟ بسؤالك هل هو فريق الزعيم ام فريق النجوم؟ والله ما انا كنت عارف في مباراه بينهم، بس والله اني كنت علموني قبل المباراه، بس والله اني نسيت يعني. ولا فريق الزعيم وفريق النجوم كلهم فرق كبار، ومن فرق الشرق اللي لها اسمها ولها مكانتها ونحترمها. يعني دخلت في هذه المباراه بضمان تاهلك للنهائي؟ لا لا لا، هذا كلام غير صحيح صراحه، احنا تعبنا صراحه واجتهدنا، احنا يمكن عارف اخوي عمير جتنا كبوه في بطوله القناص، كان في عندنا نقص، وكان عندنا في ضغط مشاركات، شاركنا هنا وشاركنا بطوله القناص، اثرت علينا شوي، حتى في مجموعتنا هنا كان وضعنا ما هو فريق الغربي صراحة، ولكن الحمد لله لاعبين كانوا رجال، كانوا قد المسؤولية، لما حسوا بالضغط وحسوا ان سمعة الفريق واسم الفريق بانوا في المواقف صراحة. طبعا رئيس فريق الغربي تحدث لي قبل بداية المباراة بأن فريق الغربي يمر بمراحل سيئة وصولا لهذه البطولة. صحيح، أنا يتكلم أبو فهد، أول شيء أبارك له رئيس الفريق بندر العتيبي، أبارك لزميلي إداري الفريق مازن، ناصر عبد الله القحطاني، كلهم ابو خالد، كلهم هذول كانوا واللاعبين لهم دور كبير في انتشال الفريق، الفريق يمر فعلا بظروف صعبه الفتره هذه من ناحيه لعيبه، عندنا في اكثر من لاعب مصاب، اكثر من لاعب ما يتمرن الوقت الحالي، هذا اثر علينا صراحه. طبعا تهدي الفوز اليوم كابتن؟ والله اهدي للنجوم الابطال هذول اللي هم كفوا صراحه ويستاهلون صراحه هذا الفوز، لانهم صراحه بقول لك يا بامانه، انا اول مره يمكن اقولها، خسرنا في التمهيدي مباراتين، وكنت انا من الناس اللي زعلان عليهم شو، جوني في التمرين قالوا شوف نوعدك ان شاء الله مالك الا نبيض وجهك، وكانوا قولوا فعل، وانا اهديهم هذا الفوز لانهم يستاهلون يوصلون النهائي. طبعا زعيم فرق الغرب فريق الغربي، ماذا توعد جمهور هذا الفريق في النهائي؟ والله شوف احنا هدفنا الكاس، واحترم فريق عالم الرياضه، واحترم زميلي واخوي احمد الشهري، ولكن ان شاء الله اقول لاحمد الكاس رايح الغرب المره هذه. كل شكر، مبروك مرة. الله يبارك فيك، شكرا لك اخوي عمير، شكرا المصورين، يعطيكم العافيه. شكرا. طبعا ختاما مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذه الرسالة وفي دور الأربعة من بطولة وطن الحزم، هذه البطولة المميزة جدا بداية من الأدوار التمهيدية وصولا إلى دور الأربعة بتنظيم فريق العميد وفريق اليرموك. طبعا كل الشكر للجنة المنظمة لبطولة وطن الحزم على إخراج بطولة مميزة جدا وصولا بهم إلى دور الأربعة، تميزا أو يكتمل هذا التميز بتواجد الفرق المتواجدة في دور الأربعة. طبعا كل الشكر لفريق النجوم وفريق الغربي وفريق عالم الرياضة، مرورا بفريق الجبلين. طبعا على هذا اليوم استمتع بها الجمهور الحاضر لهذه المباراة، الحاضر بكثافة، وطبعا بحضور الضيوف لهذه المباراة. كل الشكر طبعا لرجالات اللجنة المنظمة على إخراج مثل هذه البطولات، ولا ننسى أن نشكر هيئة اتحاد حواري أحياء الرياض على رأسهم أبو إبراهيم الأستاذ حماد الشمري. طبعا ختاما مشاهدينا ومتابعينا الكرام، كل الشكر والتقدير لكم، ونتمنى أن نكون حزنا على رضاكم.